هي صدقة وقدمت كمان معاها الجرنال اللي ينزل المساحة عشان برضه يبقى يقراها ويعرف يجيب الجنيه تعديل عشان التكييف بتاع هو نزلها الاول من انها جنايه تعذيب السرقة من الإكرام الجوال؟ لا انت دلوقتي كل جنيه تعذيب مش جنيه تعذيب انت بتتكلم في نص عن الفصل مش شغال على موضوع كده وبقى موضوع السرقة السرقة ده موضوع كده والسرقة بالإكرام التحقيقات مع المتهم اللي تحت ايدي ما فيهاش كلام بالسرقة لا موجودة أصلا موجودة مش فاهم السرقة يعني بتعمل 3 سنين معاهم بتعمل المسؤولين بالضبط وإنهم سحلوا سنين ويسرقون وهي هم كلها حطلق على العزيز يقول لك هو عنده كذا 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 طبعا ليس من الحر علمية دي مادة مستقلة دي زي ولا مستقلة مفيش أي شيء يوصل بيه فهي علاقات انت هل متأكد بس ان احنا بنتكلم في المذكرة اللي عملتها النيابة لسه بقى بص بس عشان في حاجات لا عايزة تتحرق وتلحق ولا الأهم هي مذكرة باستبعاد جريمة السرقة وتوجيه الاتهام باستعمال القسوة ولا ألا وجه الأحكام بتاعه لا هو مش تقول انا عاوز اقول محسوب بروح بس على عليه السلام بيكون السنه دي يعني مفيش شيء عليه طب الخلق تحلو عليه دول هجيب شهود منين وجيب شهود الضرر اضرر منين قال خلاص الناس كده يقول لك هو بالظبط برضه معلش طبعا الكبير بيقول لا السبب موضوع السرقه الراجل في ذات السرقه عايزين نظام الداخل كان معاه فلوس اللي برضه مش ازاي طب انت حد شاف الفيديو يقول لك انا مش نزل على المكتب محدش وكان مراد في شك انت قلت ده مراد ما ينفعش في الشارع الجيران اللي تحت شافوهم وضربوني وممكن يكونوا شافوا خدوا كيس على المكتب من بين الكشف في الصور ده ما عرفهاش برضه انا عارف ان كل شيء في عينيا انا مش فاكر الدموع لا عينيا هي حتى خلاص خلاص مقفوله كل شيء في عينيا. طيب انا هرجع ليك بس عشان يعني نختم تسجيل. انا عايزك تقول لي حاجه اختم تحب تقول ايه يعني بعد التجربه اللي انت عديتها بتاعت التعذيب. هو اصلا علم الباحث سمحت لهم وبيدوا واحد حق لكن للاسف بيقول له صغيرين هم اللي بيعملوا هم بيحموا صغيرين عشان يعملوا بيفهموا الناس هم اللي بيحموا صغيرين هم مش صغيرين وعارفوا صراحه الحاسب على اي خطا اطلاق باي حد مش هيعمل. طيب انا عايز اعرف يعني دلوقتي انت وصلت هنا مركز نديم وفي طبعا محامين هيبقوا يقفوا معاك بس يعني انا عايزك تدي روجيتا اللي بعدك يتعرض لحاله زيك يعمل ايه؟ والله مش طريقه واحده بص الوجه برضه عشان برضه الناس تبدا تسلم في الانطباع عشان ده لازم نلاحظ ناس قوي حسب المسلم الناس راح لي ممكن نشوف محاولات منهم لتشكيل قضيه وكذا حاجه عدد الشهود اللي ما شافوش ويقالوا الشهود هم برضه بالاسم اللي طلعت مني طالبين هنا خالد الجويلي وراس الجابر راس الجابر بروح وقعدت معاه عشان ما نبقاش نتكلم خالد الجويلي رخصه دول اسمهم صراحه العميد في حياتي الاحوال السنين ممكن اقول لك انا شايف